لما يتعرض محاكمه عسكريه يبقى في محاكمه مدنيه في حقوق انسانيه. ايوه يا فندم، بس حضرتك انت هتفرق ازاي ما بين بلطجي وناشط سياسي؟ انت ليه موجود النهارده؟ انا ليه موجود هنا؟ متهيألي اليافطه بتقول بالظبط انا ليه موجود هنا. تمام بالظبط يعني. انت ايه رايك في المحاكمات العسكريه عموما؟ المحاكمات العسكريه للضباط العسكريه، المدنيين مالها ومال العسكريه. في محاكم زي الناس تروح تحاكم فيها. تمام. انت تعرف حد من اللي اعتقلوا يوم 15؟ انا اعرف طارق شلبي. طارق شلبي كان اول واحد نصب خيمه هنا في التحرير. اول واحد نصب خيمه هنا في التحرير. في تسجيلات وهو كان مسجل لحد اللحظه اللي قبض عليه فيها، كان مسجل الفيديو. في فيديوهات بتوري ده، بتوري ازاي الجيش كان معاهم بعنف. هم كانوا سلميين، يعني انا افهم ان هو يتعامل بعنف مع الناس اللي مش سلميين، بس هم كانوا سلميين. طب انت ايه بقى؟ يعني في ناس بتقول ان لازم يبقى في احكام عسكريه عشان البلطجه وعشان عشان الانفلات الامني موجود في مصر. ماشي، بس ده لو الاحكام العسكريه تستخدم ضد البلطجه فعلا. يعني البلطجه موجوده، اللي بيحصل في الكنايس وبتحصل فوضى في كل حته، والناس والمتظاهرين هم اللي بيتقبض عليهم. طب لا، لو في فعلا، لو الاحكام العسكريه محموله عشان البلطجه فعلا، طب ما تقضي على البلطجه. انت رايك ان رد فعل الجيش في احداث السفاره كان اشد من رد فعله مثلا في احداث امبابه واحداث مسبيرو؟ كان اشد. تفتكروا محمد منير مثلا بعد الثوره مش بعد ما احنا كسبنا الثوره، والله كل الناس اللي ثورت. ودلوقتي لو اي حد ماشي مثلا اتكلمت مع سواق تاكسي معانا وقلت له ايه رايك في المظاهرات؟ يقول لي يا عم دول عارفين حال البلد وعملت انتاج. وكل الناس انا بابايا مقتنع كده. عملت ايه الثوره؟ جابت الثوره. الثوره هي اللي عملت. ومفيش امن وانفلات امني. شوهت الثوره. انفلات امني ازاي يكون في مستشفى اللي هي اكبر مستشفى في مصر، مستشفى القصر العيني، والطوارئ بتاعتها بتقفل اسبوعين وبيجي لها من 1200 واحد طوارئ، حالات طوارئ فلوس يعني، والجيش مش قادر يحميها، بس قادر قوي ان هو يعتقل 168 واحد من انا مش فاهم ليه؟ عشان المصريين كلهم بيقولوا ايه ده؟ احنا خايفين قوي مش عارف ايه، والنبي يشفي والنبي يقعد شويه. وده اللي بيحصل. انا عيلتي جدتي لما بتكلم معاها بتقول لي لا انا نفسي العسكر يقعدوا بقى ويحمونا، بالعكس احنا عايزينهم يشتتوا اكتر، احنا عايزين يعملوا كده. فدي حرب نفسيه. انا مش عارفه. الحرية مصريين، الحرية مصريين، المحاكمة العسكرية، المحاكمة العسكرية طلعت والله خيباوية، طلعت والله خيباوية، المحاكمة العسكرية، المحاكمة العسكرية طلعت والله خيباوية، طلعت والله خيباوية. ازاي ده يحصل؟ محاكمات عسكريه ل 186 شاب، والحراميه اللي افسدوا بلد ودمروا مخدرات شعب بالكامل، ولعبوا في مخدرات امه كامله، يخرجوا كده واحد ورا واحد. انت شايفه لو كان في تجاوزات مثلا في يوم لا الشباب لما كانت حاجات فرديه. بالظبط كده، هي حالات فرديه. هل رد الفعل كان عنيف؟ حضرتك الشباب لما كانوا بيتجاوزوا احيانا ويشدوا السور بشكل جامد، هنديهم فرصه ساعه، طب ربع ساعه كنا بنجتمع نقول سلميه سلميه سلميه، والجيش والشعب ايد واحده. لكن فاجئنا بان الجيش راح راجع لورا وقدم لنا قوات الامن المركزي، وابتدوا كلهم الاثنين يتضامنوا مع بعض وفرقوا الشباب، وسيل بقى من الطلقات القصف بالصوت، وبعد كده برصاص حي وقنابل الغاز اللي بهدلت شارع مراد وعند شارع الجامعه وكوبري الجامعه. هو صورني فخلاص قلت انت اهم حد يتصور دلوقتي. البيان رقم 55 للقوات المسلحة طلع وقال ان جميع المتظاهرين، ان 120 معتقل من المعتقلين بتوع يوم 9 مارس اخذوا احكام بوقف التنفيذ.
احكام يا بقت السنه بوقف تنفيذ او 6 ده شهور. قرار لسه طالع. وهذا يعني ان معظم ان المعتقلين 120 معتقل هيتم الافراج عنهم المفروض. طب تفتكر القرار ده كان نتيجه ايه؟ الضغط المستمر، يعني دي اول خطوه، لسه في 20 خطوه لازم ناخدها، بس دي اول خطوه، احنا كده حسينا بالنتائج. شايف الجيش تعامل مع المتظاهرين باسلوب عنيف؟ انا شايف ان اي تعامل عنيف ضد متظاهرين سلميين ده شيء غلط، وان الجيش المصري يضرب متظاهرين مصريين بالرصاص علشان يحمي السفاره الاسرائيليه ده شيء غلط. وان كان وانا اشك ان المتظاهرين فعلا حاولوا يقتحموا سفاره ولا ما يقتحموش سفاره، استعمل يا سيدي غاز مسيل للدموع، فض الاعتصام باسلوب ما تستخدمش رصاص، ما يضربش المتظاهرين المصريين بالرصاص. طب كان فين الجيش لما الكنائس بتهاجم؟ يجي بعدها ب 13 ساعه يحمي الكنائس. طب ما يحمي اشمعنى السفاره الاسرائيليه بتتحمى في خلال دقيقه ولا خلال ساعه؟ ما ينفعش.